اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ اوعي تلاقيها في السوق وما تجيبيهاش. بصي حلوه جدا جدا وخضرها عجب زي ما انتي شايفه كده. كنت جايباها من الصبح وحطيتها في التلاجة وطلعتها علشان نفرز الفاصوليا مع بعض. وهقولك على تركايه كده، هي دي التركايه العظمه بقى بجد والله. بصي دول 2 كيلو ونص من الفاصوليا. هتقولي لي سعرها، هقول لك سعرها قل عما كانت نازله، وطبعا كل سوق بيبيع بسعر غير التاني. بس بصي بقى، شايفه الخضار، شايفه الحلاوه، شايفه الجمال، حاجه بسم الله ما شاء الله. انا بحب اشيل الخضار يا جماعه في بدايته كده زي ما انتوا شايفين اول ما يطلع. شايفين؟ بصي بصي بسم الله ما شاء الله. طالما بتتقسم معاكي كده وسهله، ما تسيبيهاش لما تشيخ وتقولي انا هشيلها. ليه؟ لاني لو شاخت هتلاقي فيه الخط اللي هو اللي زي الخيط ده، لما تيجي تقسميها يبقى فيه الخط اللي زي الخيط ده. انما بصي هنا لما تيجي تقسميها، اللهم بارك، حلوة جدا جدا. والفاصوليا من الحاجات اللي بتمشي بسرعة وبتشيخ بسرعة، فنشيلوها كده في اولها وهي خط بقى كده. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتشيلي الحتة اللي من فوق والحتة اللي من تحت. بالنسبة بقى للتقطيع، انا هقطع زي زمان اللي هي بالورب كده. بصي اهي. في بقى دلوقتي يقولك لا حطيهم 5 6 مع بعض وحطيهم على البلانشة وقطعي طق 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 طق. لا، انا بحب اقطع بصوا زي طريقة زمان اللي هي متوربة دي كده، حتى لما تيجي تطبخيها كده يبقى شكلها حلو. في ناس دلوقتي طبعا بتستسهل، يعني تقولك لا وانا لسه هقطع بقى واحدة واحدة وبالورب. لا، يحطوهم كده على بعض ويقوموا طق 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 كأنهم بيقطعوا بصلايه. طبعا ما بحبش الطريقه دي، وبحب حاجه زمان جدا وطرق زمان بموت فيها. بتاخد معاكي وقت شويه الطريقه دي، بس بجد بتطلع شكلها شكل حلو كده وشكل جميل. اهي بالشكل ده كده اللي انتوا شايفينه. فهنعمل ايه؟ هنخرط بقى الكميه اللي معانا وهقولك هنخزنها ازاي. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين خرطناها، سيبناها لما نشفت خالص. ودي اهم خطوة، ان انتي ممكن تفرديها على نص ملاية على نص فوطة وتنشفيها كويس جدا جدا. وجبنا الاكياس العادية بتاعتنا. في طريقة تانية بيحطوا مثلا 3 معالق زيت في الحلة ويبتدوا يشوحوها، وبعد كده يطلعوها يفردوها في الصينية ويسيبوها لما تبرد ويبتدوا يعبوها. انا ما فضلتش بصراحة حكاية الزيت دي، بحس ان هو بيعمل لها زي ايه جلمطة كده او بيجلمط الفاصوليا. ما عجبتنيش، فرجعت طبعا للطريقه بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي. تغسلي وتنشفي وتعبي في اكياسك على طول. وطبعا بقى المج اللي انا كنت بوريه لكم دوت اللي انا عايرت بيه، قسمت بيه على 5 اكياس زي ما انتي شايفه كده اهي، ما فيهاش ولا نقطه ميه وزي الفل. وحطيها بقى في الديب فريزر بتاعك وسيبيها من السنه للسنه ومش هيحصل لها اي حاجه خالص. وممكن طريقه تانية ان انتي تبخريها على البخار زي ما ببخر الباميه، بس انا برضو بفضل ان انا اشيلها كده لان هي اصلا الفاصوليا ميه، يعني بتنزل ميه، فلو طرت مش هتبقى حلوه. لو يعني بخرناها هتطرى فمش هتبقى حلوه. واقول لكم السلام عليكم.